شاب مهذب وسخي ومحب للخير وكثير الإحسان إلى الجمعيات الخيرية. ولد حكيم زياش في هولندا عام 1993 واختار اللعب لأسود الأطلس. مات والده في سن مبكرة وعانى في طفولته قبل أن يجد طريقه إلى التألق بعد استماتة أمه في 5 من عمره. ظهرت موهبة زياش الكروية عندما كان يشارك إخوته اللعب في الشوارع، وكانت ساحة كرافي شاهد على المباريات بين أبناء الحي. وقال عن تلك الفترة: كنت ألعب الكرة ضد من هم أكبر مني، وهؤلاء لا يقبلون الخسارة بل يستمرون في ركلك. تلك الأمور تجعلك أكثر صلابة وتمنحك عقلية تساعدك على مواجهة الصعاب في المستقبل. اكتشف شقيقه أن مستقبله في كرة القدم، وفي 7 من عمره بدأت المسيرة الكروية لزياش حين انضم عام 2001 إلى أحد الأندية الصغيرة في مدينة ريال برونتن، وهو ما ساعده على تنمية مهاراته. وكان شقيقاه الأكبر منه سناً يحرصان على الاعتناء به. في 18 من عمره تعاقد مع أياكس أمستردام عملاق البطولة الهولندية لمدة 5 مواسم بقيمة مالية وصلت إلى 11 مليون يورو. وبدأت الفترة الأنجح في مسيرته الكروية، ثم ودع النادي نجمه المغربي بعد أن تأكدت نهاية الموسم الكروي الهولندي بسبب تفشي وباء كورونا بجائزة أفضل لاعب، والتي كان حصل عليها للمرة الثالثة. وانتقل بعدها إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في يوليو 2020 بعد أن وقع عقدا لمدة 5 سنوات مقابل 40 مليون يورو. ووجد حكيم زياش في الفترة الأخيرة اهتماما من نادي إنتر ميلان الإيطالي للتوقيع معه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. شاب مهذب وسخي ومحب للخير وكثير الإحسان إلى الجمعيات الخيرية، هكذا يلقبون الهولنديون والمغاربة المقيمون في مدينة أمستردام نجم الكرة المغربية حكيم زياش.